انا مش عارف الصوت بتاعي هيطلع ولا لا، ولا احنا دلوقتي واقفين في بنك الطعام المصري في الورشه في المصنع، وصراحه الناس عاملين شغل حلو قوي قوي قوي. صراحة يا جماعة شعلة نشاط في بنك الطعام المصري اللي أنا شايف يعني دلوقتي في أماكن اللي بيعملوا بيخزنوا فيها ويعبوا فيها، شايفين مع بعض الناس ورا نعمل شعلة نشاط، حاجة الصراحة جميلة جدا. وعشان كده يعني لازم كل واحد فينا يفهم ان الصوره انتم مش زي ما انتم بتشوفوها بس من بره، لا ده في خلايا من النحل بتشتغل، وناس بتتعب وناس بتشقى عشان الكراتين دي في الاخر توصل للناس اللي محتاجاها. فالموضوع مش قصه صوره بس ومنظر انتم بتشوفوه من بره، لا ده في شغل وتعب كبير جدا ورا الصوره اللي انتم بتشوفوها دي. في خلايا من النحل زي ما انتم شايفين، الناس خلايا فعلا من النحل تقدر تشتغل وبتتعب جامد جدا. وفي ناس كثيره جدا متطوعين، لو انتم شايفين معايا كل اللي هم متطوعين عشان يطلع لكم ويوصلوا الحاجه فعلا للناس اللي تستحقها. أنا أول مرة أشارك في بنك الطعام، وهي حاجة جميلة جدا لأن من أعظم العبادات هي العبادة الإنسان يتصدق، عبادة الصدقات. بالأخص النبي عليه الصلاة والسلام وصى على إطعام الطعام، ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. إحنا عايزين نقدر إننا ندخل الجنة بالسلام، فربنا يعني يبارك للقائمين على العمل ده إن شاء الله، يجعل في ميزان حسناتهم وحسناتنا بإذن الله. واحنا سعداء ان احنا نشوفك النهارده في العمل ده. ربنا يخليك. شكرا. احنا لبسنا حاجات بيستات كده اورنج ماشي عشان نبدا هنشتغل. ده البيستات بيلبسوا المتطوعين، فزي ما انتم شايفين في يعني بصوا الحملات كلها كل لابسين اورنج دولت هيشتغلوا دلوقتي وهنعبي، هيبقى حاجه لطيفه جدا. خليكم معانا خليكم معانا. بصراحه انا مش فاهم هم واقفين كده ليه، هم الاثنين يعني نفس الوقفه. انا مش فاهم واقفين كده ليه، انا مش فاهم يعني. هل الوقفه دي حاجه مثلا في الايفنتات حاجه مهمه ان الناس تقف الوقفه دي؟ طبعا انا يعني سعيد ان انا مع الفنانه كبيره جدا الفسفوريه ساره عبد السلام. عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بجد انا سعيد اشوفك. انا بصي انا بشوف في اي مكان انا بفرح، بحس ان في حاجه حلوه كده. ربنا يخليك. قولي ايه رايك عن اليوم النهارده؟ والله I'm very optimistic ومتفائله كده، حاسه ان هيبقى في احداث كتير ايجابيه، فانا مبسوطه. بجد حاجة عظيمة جدا. شايفين اللي بيحصل، كمية الناس المتطوعة وكمية الناس اللي جاية بتشتغل بقلب، وده الجديد ان انت لما تشتغل في عمل خيري لازم تشتغل بقلب جدا. صدقوني يعني لو انتوا جربتوا الموضوع هيبقى ادمان. عارفين زي ادمان المخدرات وادمان اي حد بيدمن حاجة، التطوع في العمل الخيري فعلا ادمان. بيبقى فيه سعاده رهيبه جدا وانت شغال، وتحس ان انت فعلا انا
هو انا كنت فين يا جماعه؟ هو انا ما عملتش كده من زمان ليه؟ الواحد بيشكر قوي ان اي عمل واي ناس تعمل حاجه خير وبالشكل ده، بجد حاجه رائعه جدا. انا مبسوط قوي ان انا كنت هنا، ويعني اشجع اي حد يحاول ان هو يتطوع في اي مؤسسه للعمل خيري. صدقوني هتلاقوا الموضوع مختلف خالص معاكم، هتحسوا حاجات مهما اقول لكم عليها والله العظيم واشرح لكم مش هقدر يعني اقول ان دوت فيها يعني. شكرا لبنك الطعام المصري، وهفضل اشكره وهفضل اشكر الناس واشكر الراجل اللي بيصور ورا ده، مش هو بيصور ايه بس بس ايه، الناس كلها جميله. يلا سلام عليكم. بداية منورنا ومشرفينا في بنك الطعام المصري، وتحديدا في المصنع وتحديدا في التعبئه اللي هي سبحان الله انت بتعبي الكرتونه دي من جواك، انت بتتملي وبتتعبى شغلات وطاقه وسعاده وهرمونات وحاجات جديده بتبقى جواك بتخليك انت سعيد كل خطوه بتعملها داخل التعبئه دي وداخل بنك الطعام وداخل الخير اللي انت عارف انه اوصل للناس. فانا سعيد بوجودكم معانا ومشرفينا ومنورينا ان شاء الله، ونخلص الخطوه دي باذن الله تعالى ونطلع فوق تكريم المتطوعين في يوم التطوع العالمي. كل الناس كل اعمار سبحان الله بتلاقي عنده حب التطوع وحب عمل الخير، بس اهم حاجه في الحاجه اللي هو يقدر يأدي فيها. التطوع مجاله كبير ومجاله واسع، كل الناس شغاله في الخير. الطفل او الطالب الابتدائي او الاعدادي او الثانوي فاهم كويس جدا عن زمان ايه فائده التطوع، اهميه التطوع، بيعمل ايه من جواه تطوير داخلي ان هو قادر يعمل الخدمه الاجتماعيه دي للناس وقادر يوصل الخير ده لكل اللي حواليه. فلذلك تستعجب لما تلاقي الطفل ده اللي جه مره او الشاب او البنت وجاي في ايده 5 وجاي في ايده 10 وجاي في ايده 100 بعد كده، سواء مجموعات سواء منظمات سواء بشكل افراد. الخير موجود والناس بتحب تعمله، لكن احنا لازم نعمل سبوت عليه ونوريه ازاي بيوصل للناس عشان يقدر يستشعر قيمه الشيء اللي بيعمله. استاذ محمد عبد القادر، انت ليه مؤدب كده؟ ليه مؤدب؟ انت مؤدب اي نعم، بس يعني اللي بيصورني محترم. انا بصور، انت محترم ايه عشان ايه؟ عشان اللي بيصورني مؤدب ومحترم. شكرا حضرتك. ايه رايك النهارده في مشاركتك في بنك الطعام؟ طب انا ممكن ثانيه واحده. لما الكاميرا بتجيلي الكاميرا بتحبني عشان الموبايل ده بتاعي. بتعمل ايه بقى النهارده؟ انا النهارده جاي اشارك مع الشباب في بنك الطعام. لا بجد والله انا شايف ان حاجه يعني رائعه، ناس خليه نحل، ناس شغاله وناس جميله. بص بقول ايه، ان الناس اللي بتشوفوا على وراه خلايا من النحل يا استاذ محمد. ايه رايك؟ في حد قرصك النهارده؟ مش عارف، قاعد اقول نحل ليه مش نمل؟ ما هو النحل برضه فاهم يعني. بجد والله شغل حلو قوي. محمد قول لي ده المعلم صح؟ محمد هشام عمل حاجه النهارده؟ هو محمد هشام اول ما جه النهارده هو واقف. بنك الطعام اتبنى على مجموعة من الناس اللي فعلا ادوا وقتهم ومجهودهم وعرقهم وفكرهم عشان نوصل للي احنا فيه. انا دايما بقول ان الناس دي بتشتغل وانا بتمنظر بيهم، وده صح لان هم اللي موجودين والجراوند وبيشتغلوا. واشكركم من كل قلبي على كل ثانيه وكل دقيقه قررتوا تدوها لبنك الطعام او لاي مؤسسه خيريه او لاي قضيه نقدر نساهم فيها في بناء الانسان المصري.
بحس ان القصه بتبقى اقرب لحته ان احنا عايزين دعم، احنا عايزين فتحس نفسك ان هو انت جاي انت بتستغل الانفلونسرز او الناس المتابعين الفولورز بتوعك عشان حاجه معينه. وزي ما احنا عارفين ان في مثل شعبي بيقول التجاره ايه؟ شطاره. والشطاره الاكتر والافضل والاحسن اللي اتعلمناها من مشايخنا التجاره مع ربنا. الحسنه بكام؟ ب10، والجنيه او المجهود اللي بنبذله براحه بال، بطمانينه، ببيت هادي، ببيت سعيد. اجمل من ده كله، الاجمل من ده كله بركه ربنا. بركه ربنا لما بتدب في الحاجه، طبق الفول بيكفي 10، وحته الفرخه بتبقى ألذ من الديك الرومي، والقعده على الكورنيش بتبقى كأنك رحت المالديف. طبعا دايما بتقابل انت في الاماكن اللي فيها اعمال تطوع واعمال خير ناس مميزه. الناس الجميله اللي انا قابلتها النهارده دكتوره هايدي. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا مبسوطه جدا ان انا شفتك النهارده. بجد انا سعيد ان انا اتقابلت معاكي، وانا عايز اقول لكم بقى ان دكتوره هايدي هي دكتوره في الاعلام، ودي حاجه انا طبعا بحب جدا بتوع كليه الاعلام. انا يعني عنصري في الموضوع ده، ولكن الاجمل بقى انها رئيس مجلس اداره جمعيه من الجمعيات الجميله، نعمل معاها ان شاء الله شغل كويس. عايزك تحكي لي اصلا في كلمتين عن العمل التطوعي ودخلت فيه ازاي؟ انا مدرسه سفراء العمل التطوعي للتنميه المستدامه، انا لسه داخله فيها قريب جدا. هي تحت اشراف طبعا وزاره التضامن الاجتماعي، وهي يعني حاجه كده، يعني انا مش هعرف اوصفها غير ان هي فيها كل الخير وكل حاجه حلوه، و20,000 متطوع بيخدموا يعني وبيقدسوا وقتهم آلاف من الساعات لخدمة المجتمع وخدمة الأفراد وتلبية كل احتياجاتهم في جميع المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، وسفرة ليها في كل مجال بصمة. وأتمنى أن أنت تشرفنا وتشوف الأعمال بقى على أرض الواقع، وإن شاء الله كل خير. شوقتيني أنا مبسوطة بوجودي معاك النهارده. هعمل فلوج مخصوص جدا على سفراء العمل التطوعي ان شاء الله. ان شاء الله. انا كنت سعيد جدا معاكي النهارده. انا سعيد باي مشاركه في العمل التطوعي. شكرا جدا دكتور. الراجل ده مستقصدني من ساعه ما جيت هنا. ايه هتاخد ريست؟ اقول له انا هشتغل وانا ماشي. مش هتشتغل؟ انت مستقصدني والله ليه كده؟ وضحك اهو في الاخر اهو بقى ماشي. انت راجل ده عسل، بديك الصح. وشكرا على اللي انتوا بتعملوه هنا بجد. كل حاجه بتعملوها في ميزان حسناتكم. شكرا جدا ليكم يعني.